ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم ياسمين علي من قناة حكايات الياسمين. النهاردة يا حبايبي هنعمل غرزة جميلة جدا، ممكن يتعمل بيها اكتر من حاجة. ممكن يتعمل بيها سكارف، ممكن يتعمل بيها بلورو، ممكن يتعمل بيها اكتر من حاجة. ممكن يتعمل بيها مفرش، ممكن يتعمل بيها سكارفات اللي هي البنات اللي بتبقى يدوبك على قد الشعر كده، اللي هي الشبك. والمفارش كمان ممكن نعمل مثلا مفرش زي ده كده طبعا، بس بمقاس اكبر، ونبتدي ندخله مثلا ايه، نعمل غرزة المروحة من على الحروف كده، ونزينه مثلا بورود او قلوب زي ما كنت عاملة الفيديوهات بتاعة القلوب والورود. ممكن نستخدم الغرزة دي في اكتر من حاجة. فنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي اسمها غرزة الشبكة. الغرزة دي يا بنات بتتعمل من مضاعفات الرقم 4، يعني ممكن نعملها من 8 أو 16. أي رقم مضاعف للرقم 4. أنا النهاردة هبدأ مثلا ب16 غرزة. تمام، بسم الله كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. وبعد ما بنخلص مضاعفات الرقم 4 بنبتدي نزود غرزتين. كده 1 2. تمام. بعد كده هنعد من بعد اول غرزة عملناها. ادي كده 1 2 3 4 5، وهندخل في سادس غرزة ونعمل نعمل غرزة حشو. بعد كده هنرتفع ب5 من غرز السلسلة. ادي كده 1 2 3 4 5. بعد كده هنفوت هنا يا بنات، ادي غرزة 2 3 وندخل في رابع غرزة، بنفوت 3 غرز وندخل في الرابعة نعمل غرزة غرزة حشو. هنرتفع تاني ب5 سلاسل. ادي كده 1 2 3 4 5. بعد كده نعد من هنا، نفوت 3 غرز وندخل في الرابعة. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي رابع غرزة، ونعمل غرزة حشو. نعملها تاني. ادي كده 1 2 3 4 5. بعد كده نفوت ادي غرزة 2 3 وندخل في اخر غرزة معانا في الصف، نعمل غرزة حشو. تمام. بعد كده هنرتفع برضو 5 غرز. ادي كده 1 2 3 4 5، ونلف الشغل وندخل في الفراغ اللي احنا عملناه ده نعمل غرزة حشو. تمام. نعملها تاني 1 2 3 4 5. هي غرزة سهلة جدا 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 للمبتدئات كمان. 1 2 3 4 5. بعد كده ندخل برضو في الفراغ ده غرزة حشو، وهكذا 2 3 4 5، ونيجي في اخر فراغ ونعمل برضو غرزة حشو، وهكذا 1 2 3 4 5. ونبتدي نقلب الشغل عشان نعمل الصف الثالث، وندخل هنا ونعمل غرزة حشو، وهكذا 2 3 4 5. بعد كده غرزة حشو عادية خالص. 1 2 3 4 5 غرزة حشو. 1 2 3 4 5. ودي غرزة حشو. احنا يعتبر عملنا 3 صفوف. طبعا لما بنيجي بنعملها بقى بالمقاس اللي احنا حابينه واللي احنا عايزينه. يعني مثلا لو احنا هنعمل سكارف او هنعمل كوفية، طبعا بنبتدي نعمل العدد ده
بنضاعف رقم 4 كتير. يعني ممكن مثلا نعملها على حسب بقى ما احنا حابين. كمان الكوفيات والحاجات دي بتتعمل بالسنتي، بيبقى على حسب انت عايزاها كام سنتي اصلا، عايزاها مثلا 20 25، فعلى حسب ال20 او ال25 سنتي هيعملوا كام غرزة من مضاعفات الرقم 4. فانا كده عملت عينة صغيرة بحيث ان لو في بنوتة حابة تعمل اي حاجة سكارف او بلورو او كوفية من الغرزة دي تقدر تعملها بكل سهولة. هو انت بتعملي العرض اللي انت محتاجاه وبتفضلي ترتفعي لحد ما تخلصي الطول اللي انت عايزة توصليه. فيا رب تكون غرزة سهلة وبسيطة ويكون الفيديو في الشرح واضح. ان شاء الله اشوفكم المرة الجاية على خير. ما تنسوش طبعا يا بنات تعملوا اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا بالقناة علشان يوصلكم كل جديد. كانت معكم ياسمين علي من قناة حكايات الياسمين.